السلام عليكم. هل التسويق مهم قوي في الشركة يعني؟ ويا ترى أهميته قد إيه بالظبط؟ في الحقيقة يا سيدي الفاضل إن التسويق هو أهم قسم في الشركة، وهو يعتبر مخ الشركة اللي بيفكر لها في كل حاجة واللي بيحركها. لنفترض إنك أنت عندك مشروع جديد مثلا، وعندك منتج جديد عايز تنزله للسوق، واستعنت بشخص متخصص في التسويق. هيقولك إيه في الأول؟ هيقولك تعالى نعمل دراسة وبحث تسويقي يقول لنا المنتج ده مناسب لمين بالظبط من العملاء، لأنهي شريحة من العملاء. فبعد الدراسة جه قال لك والله أنا اكتشفت بناء على دراستي إن المنتج ده مناسب للطبقة الراقية في المجتمع، الطبقة العليا من المجتمع. قد يكون منتج غالي شوية بطبيعته، قد يكون منتج من الرفاهيات اللي يعني مش كل الناس بتستخدمه، وهكذا. بعد كده هو هيعمل ايه؟ هتلاقيه راح بعدين للراجل بتاع التعيينات، قسم الاتش ار، لان المنتج بتاعك ده للطبقة الراقية بس. هيقول له انا عايزك تعين لي ناس بمواصفات معينة، بشكل معين، بلغة معينة، عشان الناس دي هي اللي هتكون بتمثل شركتنا عند الطبقة الراقية دي، فلازم يكون ليهم مواصفات محددة. هتلاقيه راح للراجل بتاع المبيعات وقال له انا عايزك تستخدم استراتيجيات بيعية محددة 1 2 3 اللي ينفع تخاطب بيها الشريحة دي من الناس. هتلاقيه راح للراجل بتاع المالية قال له معلش احنا هنضطر نصرف اكتر في الاعلانات شوية، لان احنا هنستخدم وسائل مكلفة عشان نوصل للطبقة الراقية دي، ولكن المردود بتاعها هيكون كويس لان برضو سعر المنتج بتاعنا عالي شوية. هتلاقيه راح للراجل بتاع التشغيل قال له انت عايز تفتح في انهي مناطق؟ هيقول له مثلا مناطق 1 و2 و3. يقول له لا معلش انا عايزك تفتح في 4 و5 و6، لان المناطق دي هي اللي موجود فيها الطبقة الراقية اللي احنا بنستهدفها، وهكذا. الله، ده الراجل بتاع التسويق ده دخل في كل الاقسام ودخل في كل التخصصات. ايوه، وعشان كده بنقول ان التسويق هو اهم تخصص موجود في الشركة، لان هو فعلا اللي بيكون لما يحط استراتيجية مظبوطة هو اللي بيكون المحرك الاساسي والدافع الاساسي اللي بيخلي الشركة تنجح في الاخر. وفشل التسويق قطعا هيؤدي لفشل المشروع واغلاقه بالكامل. شكرا لكم.